السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل شرح المفاهيم الأساسية للبرمجة، وزي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات اللي احنا هنشرح اللوب. اللوب هو أمر برمجي بيساعدني إن أكرر الكود بتاعي. خلينا نفهم فكرة اللوب بمثال بسيط. دلوقتي لو عندي مجموعة من الطلاب وقلت لهم لو عاوز أعرف الاتنين لو جمعتها 100 مرة هتطلع بكام؟ هلاقي إن الطلاب بتنقسم لمجموعتين. مجموعة رقم واحد قالت هستخدم عملية الجمع، يعني هتجمع الاتنين زائد اتنين زائد اتنين لغاية ما توصل لاتنين رقم 100. المجموعة رقم اتنين قالت هستخدم عملية الضرب، يعني هتضرب الاتنين في 100. خلي بالك هما الاتنين هيوصلوا لنفس الناتج، يعني رقم واحد هيطلع ب200 ورقم اتنين برضه هتطلع ب200. لكن السؤال هنا، مين اللي وظف العمليات الحسابية صح؟ اللي وظفها العمليات الحسابية صح عشان يوفر عليه الوقت والمجهود كانت رقم اتنين. وده بالظبط اللي بيعمله اللوب. اللوب بيمنع ان اكرر نفس الكود اكتر من مرة، بيخليني اكتب الكود مرة واحدة واكرره عدد المرات اللي انا عاوزها. خلينا نطبق اللوب على الكود بلوكس. برنامج بسيط وضح لنا فكرة اللوب، وليكن انا عاوز الشخصية تقول هلو 3 مرات. هاجي هنا عندي في ايفنت واختار وين جرين فلاج كليكت، واجي هنا تكست سبيتش واختار سبيك هلو 3 مرات. Hello, hello, hello. طب انا عاوز تقول هلو تستنى ثانية، تقول هلو تستنى ثانية. هنيجي هنا عند الكنترول ونختار wait 1 second. Hello, hello, hello. تمام، هي قالت هلو استنى الثانية، قالت هلو استنى الثانية، وقالت هلو. طب يا شباب، هل ده صح؟ انا كده عملت لنفسي مجموعة رقم واحد، قعدت اجمع الاتنين زائد اتنين لغاية ما وصلت الاتنين رقم 100. ما ينفعش كده، لازما استخدم حاجة تسهل عليا الكود. قال لي طب ما انت عندك اللوب. طب اللوب عندي هنا ايه؟ عندي نوعين من اللوب، عندي ريبيت وعندي فوريفر. ايه الفرق بين ريبيت وفوريفر؟ ريبيت بتكرر الكود بتاعي عدد من المرات اللي انا عاوزها، فوريفر بتكرر الكود لعدد لا نهائي. خلينا كده نجرب. بدل ما هنكتب بدل ما هنكتب كام بلوك، 1 2 3 4 5 5 بلوك، هكتب بس 2 بلوك. وليكن مثلا أنا عاوز أكرره 5 مرات، هنكتب هنا عدد المرات اللي أنا عاوز أكررها. Hello, 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 hello. تمام. طب أنا عاوز أكررها عدد لا نهائي، هستخدم إيه؟ هستخدم forever. خلينا نقلل وقت شوية علشان تبان النتيجة شوية، خليها 2 من 10 ثانية. Hello, 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 هتفضل تقول hello, هلو لغاية ما أنا hello, إيه أوقفها أنا من hello. هنا. تمام تمام. خلينا نعمل برنامج تاني. دلوقتي انا عندي كام نوع من الكاستمز هنا للشخصيه دي؟ 2. تعالي كده نبدل ما بينهم، هتحس ان هي ايه؟ هتحس ان هي بتجري. خليها مثلا تبدل ما بينها العدد اللانهائي من المرات. هنيجي هنا ونقول forever، ونيجي عند اللوكس ونستخدم ايه؟ next customs. تعالوا نشوفها كده. تمام. طب انا دلوقتي عاوزه تتنقل من مكانها، يعني تمشي خطوات. هنيجي هنا برضو عند الموشن ونختار steps. هنعمل مثلا move 10 steps. تمام يا شباب، انا لاحظت هنا حاجه مهمه قوي. ليه القطه تقف هنا وبتختفيش وترجع من هنا تاني؟ انا عندي في السكراتش حدود للاكس والواي. اقصى قيمه ممكن اوصل لها الاكس هي 240، واقل قيمه ممكن اوصل لها هي سالب 240. وبالنسبه للواي اعلى قيمه اوصل لها 180، واقل قيمه هي سالب 180. يعني الشخصيه اللي عندي ما بتعرفش تزيد عن 240 بالنسبه للاكس، ولا تقل برضو عن 200 عن سالب 240 بالنسبه للاكس. والواي ما بتزيدش عن 180 ولا تقل على سالب 180. وده اللي بيفسر ليه القط وقف عند 240 وقف. طب انا عاوز اقول له لما توصل ل 240 للاكس روح تاني لسالب 240. وده حاجة اسمها جمل الشرط، اللي ان شاء الله هنشرحه في الفيديو القادم.
كده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. خدنا فيه اللوب وقلنا اللوب هو أمر برمجي بيساعدني إن أكرر الكود بتاعي. عرفنا الفرق بين الريبيت والفوريفر. قلنا الريبيت بيكرر الكود بتاعي عدد من المرات، وفوريفر بيكرر الكود بتاعي عدد لا نهائي من المرات. إن شاء الله الفيديو القادم هنتعلم الجمل الشرط وهنعمل برامج أكتر. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.